عايزك تركز في حاجه مهمه، نصيحه لوجه الله. لما ان شاء الله تروح تسال على كورس، مش لازم يكون اول سؤال ليك الشهاده معتمده منين. وهقول لك على السبب ده لما تكمل معايا الفيديو لغايه الاخر. وافترضنا ان انت حضرتك رايح تسال مثلا على كورس اي اف ار اس دبلومه، تمام؟ طيب المفروض ان دي شهاده دوليه ومعتمده من جهه اسمها اس سي اي، دي جهه الاصدار وجهه الاعتماد. وفي نفس الوقت اي شهاده دوليه بيكون ليها امتحان دولي، صح؟ فحضرتك لما تروح تسال على الكورس ده عشان تعمل بريبريشن عشان تدخل الامتحان الدولي، في اسئله مهمه بتكون بالنسبه لك، تعرف ايه الباكج، المكان اللي انت رايح بتكلمه ده ايه الباكج اللي هيقدمها لك، سواء بقى من الماتيريال، من التاهيل للامتحان الدولي، من ريكورد ومحاضرات، من تجربه على اسئله امتحانات سابقه، الماتيريال اللي هتكون موجوده، هل هيوفر لك كتاب الاسئله والاجوبه بتاع الاس اي ولا لا. كل الحاجات ديت، الترينر اللي هيدي الكورس، الترينر ده سيرتيفايد ومعتمد من اس اي ولا لا. كل ده هيفرق معاك، تمام؟ لان انت لازم المفروض بتدور على اقصى استفاده ممكنه هتقدم لك، عشان خاطر ان انت المفروض بتاهل نفسك للامتحان الدولي. وتسال كمان برضو على تفاصيل الامتحان، والامتحان كم مره في السنه، وايه المواعيد بتاعه التسجيل للامتحان. يعني مثلا على سبيل المثال، واحنا بنتكلم على اي فرص دبلومه، امتحان الدبلومه مثلا مرتين في السنه، مره في شهر 6 ومره في شهر 12. طيب عشان ادخل امتحان شهر 6 ده انا هقدم امتى، وعشان ادخل امتحان 12 ده انا هقدم امتى على الامتحان، تمام؟ رسوم الامتحان بايه، بالاسترليني ولا بالدولار؟ في تفاصيل مهمه لازم ايه تسال عليها. طيب ليه بقول لك ما تسالش اول سؤال الشهاده معتمده منين؟ لان ده يعني هياخدك في حته تانية. انت المفروض ان انت رايح بتسال على شهاده دوليه، الحاجه من الاثنين: يا اما انت داخل انت بتسال على الشهاده دي على اساس ان انت عايز تدخل الامتحان الدولي وتبقى سيرتيفايد من اس سي، يا اما انت عايز تدخل الدبلومه ديت كمعلومات بتساعدك في شغلك وتفهم ايه هي المعايير المحاسبيه الدوليه، وخلاص على كده، تمام؟ طيب انا دلوقتي لو رايح بسال في مكان، المكان ده مثلا معاه اعتماد من اس اي، او هو وكيل تعليم الاس اي، فهو ممكن هيحط لك اللوجو الاحمر بتاع الاس اي على الشهاده اللي انت حضرتك هتاخدها في نهايه الدبلومه. ودي طبعا شهاده يعني زي شهاده حضور، انت عملت بريبريشن، بتقول ان انت حضرتك عملت بريبريشن عندنا في المكان في الفتره من كذا لكذا، تمام؟ طيب هل ده كده اعتماد دولي؟ هل انا مثلا دلوقتي لو خدت الشهاده دي ورحت قدمت بيها في مكان، هل مثلا انا هقول لهم والله انا سيرتيفايد من اس اي؟ لا. انت عشان تبقى سيرتيفايد من اس اي فانت لازم تدخل الامتحان الدولي للدبلومه، تمام؟ فهو ده اللي يفرق معاك. فانت ما ينفعش انت تروح على طول رايح على طول تقول لهم هي شهاده معتمده منين. فرضا انا قلت لك الشهاده ديت معتمده مش عارف من مجلس كاس العالم، تمام؟ وانت اقتنعت وقلت لي تمام زي الفل وخدت الشهاده، هل مثلا لما هتروح المكان اللي انت مثلا بتقدم فيه على شغل اللي بيشترط حصولك على دبلومه المعايير الدوليه، فانت لما تقدم لهم الشهاده اللي هي معتمده من مجلس كاس العالم ده، هيقول لك هي كده خلاص معتمده؟ لا، هيقول لك لا، ده انت ده مش اعتماد، انت لازم تبقى سيرتيفايد، انا عايزك تحصل على دبلومه الاي اف ار اس من اس اي، هو ده اللي انا عايزه، تمام؟ وتقدم ما يثبت ذلك. لكن ان انت مثلا هتجيب له شهاده معتمده من مجلس اداره الكون مش عارف ايه بتاع، لا، ده ما يقولش ان انت معتمد، او ولا يقول ان دي شهاده معتمده اصلا، تمام؟ فخلي بالك من النقطه دي، لان الناس كتير وهي لما بتسال على شهادات دوليه بيبقى اول سؤال عنده، تمام، انا الشهاده اللي انا هاخدها معتمده منين، او كلمه الشهادات اللي هاخدها. هو مش لازم حضرتك لما تروح تاخد يعني كورس في مكان تاخد 15 شهاده، شهاده مش عارف من نقابه التطبيقيين، وشهاده مش عارف من نقابه التجاريين، وشهاده مش عارف من نقابه مش عارف مين، ونقابه مين ونقابه مين، كل ده يعني ولا هيفيدك باي حاجه. دي ايه الاستفاده؟ ايه الاستفاده ان انا اروح لمكان اقول له والله ده انا اخدت كورس سي ام اي بارت 1 بس مش عارف معايا خمس ست شهادات؟ طب اعتماد الاي ام اي، هل انت دخلت امتحان الاي ام اي؟ لا ما دخلتوش. طب امال ايه الشهادات دي؟ لا يعتد بيها طبعا. فخلي بالك من النقطه ديت وانت بتسال على اي كورس في الكورسات، تحديدا الشهادات الدوليه، تمام؟ ومش معنى ان انا بقول لك ان الشهاده لا يعتد بيها ان دي شهاده ملهاش لازمه، لا، هي الفكره كلها ان الشهاده دي بتقول ان انت عملت بريبريشن للدبلومه الاي اف ار اس او السي ام اي بارت 1 في المكان ده، لكن انت ما دخلتش الامتحان الدولي، يعني انت ما حصلتش على شهاده الاعتماد من الجهه المصدره للشهاده نفسها. يعني خلينا نكرر تاني، انا باخد دبلومه معايير دوليه اللي هي الاي اف ار اس دبلومه، او اللي هي الديب اي اف ار اس، فدي انا المفروض عشان ابقى سيرتيفايد فانا ابقى ادخل امتحان الدبلومه اللي هو مصدر من الاس سي اي في انجلترا. طيب انا بدخل كورس سي ام اي بارت 1 او بارت 2، فانا لازم بدخل الامتحان الدولي من الاي ام اي وهي جهه امريكيه، تمام؟ فلكن الشهادات اللي انا باخدها من الاماكن بتاعت شركات التدريب، هيقول لك مش عارف معتمده منين، مش عارف معتمده منين، لا، هو بيديك شهاده بتقول ان انت عملت بريبريشن بس، لكن مش هو ده الاعتماد. الاعتماد يبقى انا لازم ادخل الامتحان الدولي للشهاده الدوليه، يسر الامر على الاي اف ار اس، على السي ام اي، على السي بي اي ام اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، تمام؟
وبرضه على شهادات سبلاي تشين تانية هكلمك عنها في فيديوهات تانية. طب الكورسات اللوكال او الكورسات العاديه اللي هي بتبقى منتجات عاديه داخل شركات التدريب، دي هنعمل ليها فيديو تاني وهكلمك فيها. السلام عليكم.